أهلا بيكم. النهاردة بنخوض تجربة فكرية فريدة بنتخيل سيناريو غريب شوية وصل لنا في مصدر. ماذا لو حكم الفراعنة استمر؟ متخيلين؟ حضارة مصر القديمة متواصلة لحد دلوقتي. فكرة مثيرة جدا. تمام. الهدف إننا نغوص في تفاصيل العالم ده، نشوف إزاي الأصالة والتاريخ ممكن يندمجوا مع حياتنا النهاردة بناء على تصور المصدر ده. هو بيوصفها مش فانتازيا وخلاص، لأ، تخيل واقعي. بالظبط. والتصور ده بيركز على نقطة جوهرية: إزاي الهوية والتاريخ يقدروا يشكلوا كل تفصيلة في الحياة اليومية. مش بس متاحف وتماثيل، لأ، بنتكلم عن اللبس، البيوت، التكنولوجيا، القيم اللي بتحكم المجتمع. كل ده متأثر بالإرث ده. خلينا نبدأ بالحاجات اليومية. المظهر، المصدر بيرسم صورة لأزياء بتجمع بين القديم والجديد. تخيلي مثلا جلابيات بس قصيرة وعملية، أوه، مختلفة. ألوانها ترابية يمكن كتان، وللسيدات فساتين كده بلمسات بسيطة من زهرة اللوتس، تطريز خفيف أو نقشة. لطيفة الفكرة. حتى الصنادل الجلد مريحة وعادية بس واخدة تصميم فرعوني متجدد. امم وطبعا ده بيمتد للعمارة. البيوت زي ما النص بيوصفها بالطوب النيل الحديث، بس الواجهات فيها زخارف فرعونية واضحة. واضحة إزاي؟ يعني نقوش كبيرة؟ ممكن نقوش أو الشبابيك نفسها على شكل زهرة اللوتس، والأعمدة في الشوارع أو المباني العامة مش مجرد أعمدة، دي عليها نقوش بتحكي عن السلام، التعاون، قيم المجتمع. ليها وظيفة رمزية كمان. تماما. وحتى تصميم الأحياء السكنية واخد فكرة الفناء الداخلي اللي كانت في المعابد، عشان الخصوصية والتهوية الطبيعية مناسبة للمناخ. اللي لافت هنا هو إن الدمج ده مش شكلي بس، يعني مش مجرد ديكور، لا، هو بيحاول يخلي الإرث ده جزء وظيفي ومريح في الحياة. بس ده بيفتح سؤال مهم، المصدر ما تكلمش فيه بصراحة. إزاي المجتمع ده بيوازن بين الهوية القوية دي وبين حرية التعبير الفردي؟ يعني هل الكل لازم يلبس بنفس الطريقة أو بيته يكون بنفس الشكل؟ دي نقطة محتاجة تفكير. نقطة ممتازة فعلا. طيب نروح لمنطقة تانية خالص، التكنولوجيا والإعلام. إزاي ممكن تندمج مع الفراعنة دي؟ النص بيتخيلها، موبايلات شكلها من بره في لمسة من الفن المصري القديم، خطوط هندسية بسيطة مثلا. معقول؟ واجهات التطبيقات نفسها كأنها بردية بس ديجيتال طبعا. وحتى المساعد الصوتي ال AI بيتكلم بلهجة مصرية صميمة. وفي نظام أرشيف مركزي، أرشيف كيميت الرقمي. أرشيف كيميت الرقمي؟ واو! أما الإعلام فالاستوديوهات نفسها تصميمها فيها نقوش هندسية. البرامج بتستضيف علماء حضارة يناقشوا التاريخ وتأثيره. ومنصات التواصل الاجتماعي أسماها فرعونية، كيميت بوك، تويت راع، حاجات زي كده. تحليل النقطة دي بالذات بيكشف رؤية مختلفة تماماً. يعني بدل ما التكنولوجيا والإعلام يمسحوا الثقافة المحلية زي ما بنشوف أحياناً، هنا العكس، المصدر بيتخيلهم أدوات لتقوية الهوية دي. تخيلي الترند مش بس عن فنان مشهور، لأ، ممكن يكون عن اكتشاف أثري أو نقاش فني قديم. صحيح، ده بيغير المعادلة. بالظبط. ده يعكس قيم مجتمع مختلفة تماماً عن اللي نعرفه. التكنولوجيا هنا حاضنة للهوية، مش ممحاة ليها، وده في حد ذاته يعني شيء كبير. وده بيودينا لقلب الموضوع، الثقافة والقيم. المصدر بيقول إن التعليم بيركز جداً على التاريخ القديم، لدرجة إن الهيروغليفية مادة أساسية في المدارس. هيروغليفية في المدارس؟ أيوة، والجامعات فيها كليات زي علوم كيميت بتدرس الحضارة دي بشكل علمي بقى. تخصص دقيق. والأهم، الدستور نفسه بينص على الهوية الحضارية المصرية كأساس، مع التركيز على قيم زي العدالة اللي هي ماعت. والكرامة الإنسانية. ماعت. وحتى نهر النيل مش مجرد مياه، ده كنز قومي. قوانين حماية البيئة بتاعته صارمة جدا، وليه احتفال سنوي، عيد النيل. ولما نربط ده كله ببعضه، التعليم والقانون والقيم والنيل، بنشوف صورة مجتمع مش بيتعامل مع ماضيك مجرد ذكرى حلوة أو عبء. لأ، الماضي ده مصدر إلهام حي بيبنوا بيه حاضرهم ومستقبلهم. القيم مش شعارات، دي متطبقة في سياسات ومؤسسات وحياة يومية، محاولة لبناء حداثة ليها جذور قوية. يبقى الخلاصة من المصدر ده هي رؤية، نقدر نقول طموحة، لمجتمع حديث قدر يخلي تراثه جزء حي من تفاصيله، مش مجرد شكل أو سياحة.
أيوة، جزء من نسيج الحياة نفسها، من أصغر حاجة لأكبر حاجة. فعلا. بس المصدر بيسيبنا في الآخر بسؤال مفتوح، وده يمكن أكتر جزء يخلي الواحد يفكر. يا ترى أي جانب من جوانب العالم المتخيل ده اللي دمج الماضي بالحاضر بالشكل العميق ده ممكن نلاقي له صدى أو حتى نستلهم منه حاجة في واقعنا؟ وده بيدفعنا نسأل نفسنا، إزاي ممكن المجتمعات النهاردة تتعامل مع تاريخها بشكل مبدع؟ مش بس عشان تحافظ عليه، لكن عشان تلاقي فيه حلول ورؤى للمستقبل. سؤال مهم بصراحة.